أهلا فيكم، حياكم الله، تحية طيبة عليكم مني أنا شيف الأحساء. اليوم طبقنا من المطبخ العراقي عودنا له، وهي سلطة الرمان بالطريقة العراقية. نعم، وصفة لذيذة سهلة مرتبة فخمة من الآخر فاخر. نشوف المكونات مع بعض وما فيها أي صعوبة. هالطبق هذا خلوه في سفراتكم، ونشوف المقطع من بعد ما ينتهي المقطع الترويجي. ويلا. حياكم الله. كل المكونات اللي تحتاجونها هي الرمان، وعندكم اللي هو الزبادي. هذا المكونات الأساسية حق هالسلطة. الحين عندي عدد حبة رمان، اوكي. راح افتحها بالطريقة هذه وافرغ الحبوب اللي داخلها، اوكي. ثم نخلص كل الكمية، وبعدها تشوفون كيف السهولة في تطبيقها واللذاذة في شغلها حقيقة. يعني بمعنى الكلمة سلطة جميلة وسهلة ولذيذة، وفوقها ما فيها أي صعوبة، المكونات متوفرة. الآن فقط ننظف القشور اللي تشوفونها من الرمان. في بعضهم ياكلونه مفيد، لكن احنا نبي السلطة تكون جدا مرتبة. وعذرا منكم قاعد يطيح امطار وانا قاعد اصور، فالازعاج عندي فل. عموما عندي هنا اللي هو الحل القزاز. الحين اضفت كل الكمية من الرمان تشوفونها، وثم راح اضيف عليها علبة زبادي فقط لا غير. وطبعا في من يضيف اللي هو خلطات ثانية عليها، لكن هذا المكونات الأساسية حق هالسلطة. رهيبة وسهلة، هذا أجمل ما فيها. والطعم امتزاجه مع الرمان طيب جدا. طبعا في من يحط فيها شوي مايونيز وسكر وملح، كله ده اختياري لكم. الآن نخلط المكونات مع بعض، اللي هو المكونين الزبادي مع الرمان، وثم تكون جاهزة معانا للتقديم، وبنشوف طريقة تقديمها. الآن توزعونها في حلات صغيرة مثل اللي تشوفونها قدامكم، وتوزعونها على السفرة. وبكذا تختصرون قضية السلطات، وتنوعون فيها، وتاخذون من كل مكان أو من كل بلد طريقة معينة مرتبة جميلة، وتشوفون اللذاذة فيها. فانتظر تجاربكم في هالسلطة، وانتظر تعليقاتكم، وأي مكونات وإضافات عندكم أعطوني إياها على هالسلطة. وأهلنا العراقيين أشكركم على أكلاتكم الطيبة اللي ما أستغني عنها في أطباقي حقيقة. علينا وعليكم بالعافية مقدما. اللي تحبون أعطوا إياها وشاركوا الوصفة، ودمتم في أمان الله.